من اكتر العصاير المهدور حقها التمر الهندي، مش بنحب طعمه بسبب المزازه واللذعه اللي فيها، بس لو عملناه بالطريقه صح ومقاديره مظبوطه مش هتبطلي تعمليه. يلا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه هنزل ب2 لتر ميه، يا دوبك يغلوا معايا، لازم يغلوا. بعد كده هنزل عندي بباكت تمر هندي، هو بيتباع كور او بيتباع في باكت، عليهم بالظبط يعملوا معاكي كوبايتين. ال 300 جرام على 300 جرام هتحطي عليهم 2 لتر ميه، والميه تكون بتغلي. اول ما هيغلي معاكي هيعمل ريم، تروحي جايه شايله الريم اللي عليه دوت وتسيبيه يغلي 10 دقايق بالظبط. بعد ما تكون الميه بتغلي، يعني الميه تغلي احسبي بقى 10 دقايق بالظبط. وبعد كده هنطفي عليه، هتشيلي الريم ده كله، وبعد كده تطفي عليه وهنحط بقى المكونات بتاعتنا اللي عليه. السكر اللي معانا هنحط كوبايه ونص سكر. السكر الكوبايه اللي هي مقدار الشاي الصغيره اللي هي 200 جرام، مش ال 250. الكوبايه الصغيره بتاعت الشاي كوبايه ونص بس سكر، ما تزوديش